هو ازاي براند مصري قدر يوصل لمليون جنيه مبيعات في الشهر بدون ما يصرف جنيه واحد على الاعلانات؟ لا، وكمان من غير ما يعتمد على اعلانات المؤثرين المشاهير. يبقى اكيد بقى بيبيع منتج جديد ما كانش موجود قبل كده، اختراع يعني ما كانش موجود في الوجود. عزيزي، البراند بيبيع بنطلونات جينز بس، يبقى اكيد بقى صاحبته مشهورة جدا وهي اللي شهرت اكونتات البراند. صديقي، اكبر اكونت موجود ليهم على السوشيال ميديا يا دوب فيه 50,000 متابع بس. وصاحبة البراند كمان ما كانتش مشهورة ولا حاجة. طيب يعني ما شاء الله، عملوها ازاي؟ يوفوريا دينيمز براند مصري متخصص في تصنيع وبيع البنطلونات الجينز للنساء. من كام يوم كده اتذاعت الحلقة بتاعتهم على برنامج شارك تانك مصر، وصاحبة البراند فاجئتنا باللي هتسمعوه ده. بنبيع بمليون جنيه في الشهر من غير ميديا باينج. بنعمل سوشيال ميديا، بنعمل ننزل على التيك توك، بننزل على الانستجرام، بننزل حاجات. تدفع فلوس يعني؟ لا ما تدفعش. ناتش ريفيوز عادي. الفلوس دي بدات تزيد لما انا بدات انزل كونتنت على التيك توك بيرسونالي، ليه علاقه بالبراند وبيهايند ذا سينز وانا بعمل ايه في البراند وكل الكلام ده. لما حللت الاكونتات بتاعتهم لقيتهم ماشيين على التسويق بالمحتوى كما ينبغي. عندك مثلا الفيديو اللي اقتحموا بيه السوق، كان حاجة في منتهى العبقرية، لأنهم جمعوا فيديوهات لبنات مشاهير إلى حد ما بيعانوا من مشكلة إنهم مش بيلاقوا البنطلون الجينز المناسب ليهم بسهولة، وخصوصا المقاسات الزيادة عن مقاس 40. الموضوع مش صعب، نعمل بنطلون عادي. أنا عايزة بنطلون عادي. أنا محتاجة أشوف اللبس اللي اللوكال براندز بيعرضوه عندهم على البيجز على بنوتة كيرفي. أنا مش لاقية بناطيل، أنا مش لاقية مقاسات، المقاسات بتقف عند 40. عرضوا الفيديوهات وكتبوا بعدها اننا سمعنا مشكلتكم وحليناها، وعشان كده بنقدم لكم الكوليكشن بتاعنا المناسب لكل الاحجام والمقاسات. هنا بقى هم اكتشفوا الاحتياج الحقيقي اللي موجود في السوق ده وقدروا يشتغلوا عليه. طيب وهل هم وقفوا لحد كده؟ لا طبعا، دول مالوا السوشيال ميديا بتاعتهم فيديوهات، وكان عندهم استمرارية في تنزيل المحتوى، وكان المحتوى بتاعهم بالكامل بيعتمد على السرد القصصي او الستوري تيلينج في اغلب الفيديوهات. يعني فهتلاقيهم بيتكلموا عن رحلة البراند، المشاكل اللي بتقابلهم، اراء العملاء اللي اشتروا بنطلوناتهم، نجاحاتهم وهكذا. وقدروا من خلال التسويق بالمحتوى فقط مع الاستمرارية انهم يوصلوا للنتائج العظيمة دي. عشان كده بننصح عملائنا دايما، مفيش افضل من التسويق لنفسك بالمحتوى. اهم لقطه بقى كانت في الحلقه بتاعت شارك تانك دي، لما قالت لهم عايز تبقى في السليم تابع سوشيال تيم.